ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في دنتال ان كير، معاكم دكتور مهتاب علي. في الفيديو ده زي ما موجود في الاسم هنعرف مع بعض امتى نغير فرشة الاسنان بتاعتنا. جبت لكم فرشتين هنعمل مقارنة ما بينهم من نفس البراند علشان نبقى ثبتنا الماركة، عشان ما تبقاش فيه اختلاف في الماركات لان بتختلف من نوع للتاني. وحتى جبتهم نفس النوع بالظبط، اللي هي بيبقى نفس تركيبة ونوع الشعر بتاعها، وثابته في كل حاجه. وكمان خليتهم الاتنين يكونوا مستخدمين، يعني مش مقارنه ما بين واحده مستعمله وواحده جديده، علشان كلنا عارفين شكل الفرشه الجديده، لكن احنا مش عارفين نحدد لاي مدى نستخدمها. يعني امتى بالظبط الفرشه المستعمله تكون كده خلاص بقت اكسبايرد، انتهى تاريخ صلاحيتها وخلاص كده ما ينفعش تستخدم اكتر من كده ولازم تترمي ويجيب مكانها واحده جديده. فجبت لكم اتنين مستعملين علشان نعرف نحدد انهي واحده اللي كده تعتبر خلاص ما نقدرش نكمل بيها. ثواني كده تشوفوا وتفكروا نص دقيقه كده، يا ترى انهي فرشه تفتكروا هي اللي المفروض تترمي، الخضره ولا الحمراء؟ الخضره دي هي اللي المفروض تترمي ولا الحمراء دي هي اللي المفروض تترمي؟ مين فيهم تعتبر خلاص انتهى تاريخ صلاحيتها وما ينفعش نكمل بيها اكتر من كده؟ وطبعا زي ما قلت لكم الاتنين مستخدمين، يعني الاتنين هتلاقوا شعرهم منعكش كده ومنكوش. اكيد الحل واضح، وهي الخضرة. الخضرة هي دي اللي المفروض خلاص تترمي ويعتبر تاريخ صلاحيتها انتهى. وأقرب لكم الصورة أكتر منها علشان تشوفوها أوضح. بس يا رب يكون فوكس كويس. أهي زي ما انتم شايفين شعرها بقى صعب جدا، اتنعكش جدا جدا جدا. بقى في منه حتت اطول من حتت. الشعر بتاع الفرشة في كل الجهات مش متلاصق، مش مستقيم، مش متوازي مع بعضه. فده طبعا بيخليها بقت غير قادرة على ان هي تزيل طبقة البلاك من على الاسنان، واللي هي الطبقه اللي بتسبب التهابات اللثه وبتسبب تسوس الاسنان وبيعيش جواها البكتيريا. زائد ان الفرشه نفسها ما بتبقاش قادره على ان هي تقوم بعمل المساج اللي المفروض بتعمله بطريقه الغسل السليمه طبعا للاسنان وطريقه التفريش السليمه. ما بتبقاش خلاص عندها القدره كمان تعمل مساج ده للثه، وده بيبقى مهم. حتى لو كان الاجزاء الرابري الزرقاء دي اللي هي الاجزاء المطاطيه دي هي المسؤوله عن المساج ده، الشعر نفسه بتاع الفرشه بيساعد على كده. وكمان ما بتبقاش قادره على انها تزيل بقايا حتى الطعام اللي ما بين الاسنان او موجوده في اي فراغات ما بين الاسنان. حتى لو كنا بنستخدم خيط الاسنان، الفرشه طبعا مهمه جدا. فالفرشه دي لازم خلاص تترمي. الفرشه التانية لسه ممكن نستخدمها، وهنشوف مع بعض عن قرب شكلها.